السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ هل عمرك فكرت انك ممكن تبدأ تكسب فلوس من شغلك وانت طالب؟ طب ايه رأيكم لو قلت لكم انكم ممكن تكسبوا فلوس وتتعلموا حاجات جديدة في نفس الوقت، سواء كنت لسه مخلص ثانوية عامة او طالب جامعي؟ في فرص كتير ممكن تساعدك تحقق دخل كويس. في الفيديو ده هنتكلم عن 10 افكار مضمونة هتساعدكم تكسبوا فلوس في الاجازة، منها السهل ومنها اللي محتاج مجهود شوية، بس في كل الأحوال هتقدروا تكسبوا فلوس وتتعلموا حاجات جديدة. خليكم معايا لآخر الفيديو لأن الأفكار دي مش بس هتغير حياتكم لكن كمان ممكن تبقى نقطة تحول كبيرة ليكم. فيلا بينا عشان أعرفكم إزاي تبدأوا وتحققوا دخل من أول خطوة. في ملاحظة بسيطة كده إن إحنا كل ما نبعت في الفيديو كل ما المهمة أو الشغلانة تكون أصعب. أول حاجة وهي حاجة جنرال كده شوية وهي الفريلانسر. الفريلانسر هو أحد أسهل الطرق اللي ممكن تبدأ بيها. تقدر تعمل شغل في مجالات كتيرة زي كتابة المحتوى، التصميم الجرافيكي أو البرمجة. مواقع زي أبورك وفريلانسر هتساعدك تلاقي شغل يناسب مهارتك. وعايز أطمنك إن أنت لو بتعرف تعمل مهما كان إيه بمعنى الكلمة أي مهارة عندك، حتى لو مبتدئ، ابدأ بمشاريع صغيرة وحاول تطور نفسك بالتدريج. تعلم أساسيات المجال اللي هتشتغل فيه من كورسات مجانية على مواقع زي كورسيرا ويوديمي. ركز على بناء بروفايل قوي ان هو يعرض افضل اعمال اللي موجوده عندك. تاني حاجه ممكن تعمل منها فلوس في الاجازه او وانت طالب وهي بيع المنتجات عبر الانترنت. لو عندك موهبه في الاعمال اليدويه او التصميم ممكن تبيع منتجاتك على امازون مصر، وممكن كمان تتاجر عليه ان انت مثلا تشتري منتجات بسعر رخيص وتبيعها بسعر اعلى. هتحتاج تتعلم شويه عن التسويق واداره المتاجر الاونلاين لكن ده هيكون مصدر دخل كويس ليك. ابحث عن افكار لمنتجات جديده مميزه واستغل منصات التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك عشان تروج عليها. كمان ممكن تعمل عروض وتخفيضات عشان تجذب العملاء بتاعتك. وثالث نقطة معانا في الفيديو وهي التدريس الخاص. أيوة، هي حاجة ممكن تكون ما جاتش على بالك بس دلوقتي تقدر تبقى مدرس سواء أونلاين أو أوفلاين. لو انت متفوق في مادة معينة ممكن تبدأ تدي دروس خصوصية لزمايلك او طلاب اصغر منك. ده مش بس هيساعدك تعزز معلوماتك لكنه كمان هيديك فرصة تكسب فلوس كويسة. ابحث على جوجل وشوف المنصات اللي بتشتغل عليها وهتلاقي زي زوم ونون وحاجات كتيرة ومواقع كتيرة جدا. وتقدر تروج لنفسك في مجتمعك المحلي اللي هو في بلدك او الناس اللي حواليك. ممكن تبدأ بتقديم حصص تجريبية مجانية عشان تجذب الطلاب وتعرف نفسك للسوق بتاعك، وتجد انك تتابع مستوى تقدمهم وتساعدهم في حل المشاكل اللي بيواجهوها عشان يستمروا معاك. رابع مهمة معانا وهي سهلة بطريقة يعني اقول لك ايه انت بتعملها حرفيا يوميا، وهي ادارة صفحات السوشيال ميديا. بص، لو بتحب السوشيال ميديا واكيد انت بتحبها وتقضي عليها وقت كتير تقدر تعمل منها فلوس، وعندك شوية خبرة في التسويق الرقمي ممكن تدير صفحات لشركات او افراد بتجات يعني على الفيسبوك. ده مجال بيحتاج شوية إبداع ومعرفة بأساسيات التسويق الرقمي ومرتبه كويس مقارنة بالمجهود اللي بيتعمل فيه. دور على شغل في مواقع التوظيف أو اعرض خدماتك للشركات الصغيرة في منطقتك. اتعلم استخدام أدوات تحليل البيانات عشان تقدر تقيم أداء الحملات وتحدد الاستراتيجيات الأفضل عشان تحقق نجاح منها. وصلنا لنص الفيديو وهي خامس نقطة معانا مراجعة وتحرير المحتوى. دي ممكن تكون نقطة صعبة شوية لأنها بتحتاج إن أنت يكون عندك مهارة كويسة في اللغة. كتير من الناس بيدوروا على حد يساعدهم في مراجعة وتحرير المقالات أو الأبحاث، ولو عندك مهارة في اللغة أو النحو ده شغل ممكن تعمله من البيت وبرضه مربح. وعشان أديك مساعدة أو إشراكة أمل في المجال ده صدقني مع وجود شات جي بي تي وجيميناي المجال ده بقى أسهل كتير وتقدر تشتغله من دلوقتي. منصات زي أبورك وفريلانسر بتوفر فرص كتير في المجال ده. استغل وقتك في تحسين مهاراتك اللغوية وخليك دقيق في المراجعة عشان تقدم خدمات عالية الجودة. سادس نقطة وهي برضو مرتبطة شوية بالنقطة اللي قبليها، بمساعدة شات جي بي تي وجيميناي تقدر تشتغل في التدوين اللي هو يعني لو عندك شغف في مجال معين زي التكنولوجيا او السفر ممكن تبدأ مدونة وتكسب فلوس من الإعلانات أو الشركات. بص يا صاحبي، التدوين ده بيحتاج وقت ومجهود في البداية لكن لو اشتغلت عليه بجد ممكن يكون مصدر دخل ثابت ليك. استخدم منصات زي وورد بريس او بلوجر لبدء مدونتك. اكتب محتوى مميز وشارك تجاربك الشخصيه واهتم بتحسين. اهم نقطه هنا هي محركات البحث او الاس اي او اللي عشان تجذب المزيد من الزوار وتكسب اكتر. كده نبدا نخش في الصعب شويه. الرقم 7 معانا هو تصميم المواقع. شوف بقى الموضوع ده مربح شويه بس لو انت عندك خبره في التصميم والبرمجه. تصميم المواقع ممكن يكون مجال مربح جدا جدا. المشاريع في المجال ده بتحتاج مهاره وتفرغ لانها صعبه بصراحه.
لكنها بتدفع كويس جدا. دور على دورات لتعلم تصميم المواقع على منصات زي كورسيرا او يوديمي، او ببساطة جدا ممكن تخش على اليوتيوب وتلاقي ناس كتير جدا بتتكلم عن تصميم المواقع. ابدأ ببناء مواقع تجريبية، يعني انت اللي عاملها بنفسك من الصفر عشان تحطها في البورتفوليو بتاعك. وحاول تتابع احداث التقنيات والاتجاهات في المجال بتاعك عشان تعرف السوق رايح ازاي. تامن شغلانة وهي المحببة الى قلبي، الترجمة. بص، الترجمة دي مجال كبير جدا وبيعتمد على الابداع واتقانك للغة. لو انت بتعرف تتكلم لغة تانية او بتجيد لغة تانية، الترجمة ممكن تكون مصدر دخل حلو جدا ليك. ممكن تترجم مقالات وكتب او حتى محتوى فيديو، اللي هو انت تجيب فيديو وسبتايتلز والترجمة. ده مجال ممكن تتعلمه من البيت، لكنه بيتطلب دقة ومهارة في اللغة كبيرة جدا. ابحث عن فرص ترجمة على مواقع زي فريلانسر وابورك، المواقع الفريلانسر العادية. اتدرب على الترجمة الاحترافية وتأكد من مراجعة ترجماتك لتقديم افضل جودة ممكنة. تاسع نقطة وهي تصوير الفيديو والمونتاج. بص، لو بتحب التصوير وعندك خبرة في المونتاج، ممكن تبدأ تعمل فيديوهات للشركات او الافراد يوتيوبرز، يعني سواء تصوير حفلات، مناسبات، او حتى محتوى على اليوتيوب. ده مجال مربح وممتع جدا. استثمر في المعدات وتعلم تقنيات المونتاج الحديثة عشان تحسن جودة اعمالك. عاشر نقطة واخر نقطة معانا في الفيديو وهي التسويق الالكتروني. التسويق الالكتروني مجال واسع ومربح، من اعلانات جوجل وفيسبوك لادارة الحملات البريدية. لو عندك خلفية في التسويق، ممكن تبدأ في تقديم خدماتك للشركات اللي بتحتاج تسويق لمنتجاتها. ابحث عن فرص على مواقع التوظيف او اعرض خدماتك على لينكدين. اتعلم استخدام ادوات التسويق الالكتروني المختلفة، وحاول تتابع نتائج حملاتك لتحدد الانسب لتحقيق اهدافك. وفي النهاية، الاجازة مش بس للراحة، لكنها فرصة لتطوير نفسك وكسب فلوس. ابدأ بخطوة صغيرة وجرب المجالات اللي تهمك، وانصحك بانك تشوف الفيديو اللي فات عشان الفيديوهين مرتبطين جدا ببعض. وما تنسوش تشاركوا الفيديو مع اصحابكم وتكتبوا لي في التعليقات ايه المجال اللي حابينه. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك. اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.